السلام عليكم يا وزارة التربية المحترمة وعلى رأسهم الوزير المحترم. أنا قبل فترة ناشدت قلت لكم التقليص مطلب عام للطلاب. ليش مطلب عام للطلاب؟ لأن أول شيء أعداد الطلاب هواية، اثنين وقت الدوام قليل، لأن هسه أنا واحد من المدرسين دا أخذ 6 شعب وعندي 4 محاضرات باليوم، 6 شعب و4 محاضرات باليوم، فأضطر أدمج شعبتين. ليش؟ لأن ما يكفي الوقت. أوكي؟ فمستحيل نكمل المادة بصورة صحيحة وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. شوفوا الأعداد الهائلة، هاي شعبتين أنا دامجهم ونصهم ما حاضرين، يعني ماكو مقاعد يقعدون بقى. هذول الطلاب الموجودين هنا هاي. أوكي، هاي الطلاب، هاي الوضعية الأمامك. شو تطالبون شباب؟ شو تطالبون؟ استاذ احنا دوامنا 3 دوامات نداوم يعني بهاي المدرسة، يعني باليوم 3 ساعات طير منها الفرصة ونطلع إلا 10، يعني 2.5 ساعات باليوم. عطل هاي 8 أيام اجتك، وعطل جاية، وعطل راحت، وأنا طالب سادس أقعد بشهر الثالث، شو وقت لحق أكمل المنهج؟ مناشدة الوزير التربية نطالب بالتقليص. ساد نطالب بالتقليص. ساد المادة ما جاء تكمل لا عند المدرس ولا عند الطالب، وما جاي إلا الحين، ويعني الامتحانات قريبة ونصف السنة وما جاي عندنا وقت كافي نكمل المنهج، يعني لازم التقليص صار واجب. شباب شو تطالبون؟ تطالبون بالتقليص. هسه يجيك، انتبه شباب رجاء، مع الاسف هسه يجيك واحد يتفلسف براسك يقول لي اللي على قولته اللي يقول الايده بالنار مو مثل الايده بالمي، على قولته اللي يقول. هسه يجي واحد يقول لك والله انت تتفلسف براس الطلاب. انا ما دا اتفلسف براس الطلاب، احنا دوامنا ثلاثي. يجيك واحد يقول لك هسه قبل كانوا ينطون تقليص لين كان اكو كورونا، وضع استثنائي. لا، نفس الوضع. شنو فرق كورونا عن هذا الدوام؟ اوكي، شنو فرق؟ ماكو اي فرق. يعني احنا ما نقدر نكمل الماده. اذا نكمل الماده احنا نطي الماده، ما نطي الماده حقها، على قولت اللي يقول نشربت الماده، وهذا مو طبعنا. رحم الله امرا عمل عملا حسنا فاتقنه. فرجاء يا وزارة التربيه انظر لحال الطلاب. في امان الله.